إيه الحاجة اللي بتوجعكم؟ ناس كتير بتقول إن ماما ما بتحضنّيش، إن كل ما باشوف أب بيحضن بنته بافتكر ده مش حاجة جاية من أبويا، تعملوا إيه في الوجع ده؟ إن إحنا نبتدي نفهم إن بابا وماما عملوا اللي يقدروا عليه، ما قدروش يدّونا أكتر من كده، ومش هيقدروا يدّونا أكتر من كده، ترتّب على ده إن إحنا ابتدينا نحس إن إحنا ما نستاهلش، مش من حقنا إن إحنا نتحب. ابتدينا نحس إن إحنا قليلين وده مش لينا، إننا صعبان علينا نفسنا فعندنا اكتئاب. هي دي الحاجات اللي إحنا محتاجين نبتدي نبُص عليها عشان نغيّرها، إن إحنا نفضل قاعدين نعيّط على ده، والّا إحنا نقتنع إن إحنا زبالة عشان بابا وماما ما قدروش يدّونا ده، ده مش هيوديكم أي حتّة. حان الميعاد إن إحنا نبتدي نفهم إن هُم عملوا اللي يقدروا عليه، عشان اتعمل فيهم نفس الحاجة، فاقد الشيء لا يعطيه. فإحنا دلوقتي محتاجين نبتدي نشوف بسبب إن أنا ما خدتش ده، الأثر بتاع الفقدان ده وإن أنا ما خدتوش، خلّاني أفهم إيه عن نفسي، أحس بقيمتي عاملة إزاي. هو ده اللي أنتم محتاجين تبتدوا تغيّروه، وتفهموا إن قيمتكم ما لهاش دعوة باللي أمكم أو أبوكم ادّاه لكم أو ما ادّاهولكوش. إحنا كعيال بنفهم الدنيا بالطريقة دي، فحان الميعاد إن إحنا نغيّر البرنامج، ونحس إن إحنا لينا قيمة، إن قيمتنا بس مش إنها ماما تحضنّي أو إن بابا يحضنّي أو إن هو يقول لي ويشوفني أحلى بنت في الدنيا. أنا محتاجة أبتدي أشوف نفسي أحلى بنت في الدنيا، أنا محتاجة أبتدي أصدّق الناس اللي بتقول لي إن أنا حلوة، مش هافضل مركّزة بإن ماما ما بتقوليش أنا حلوة يبقى أنا هافضل مصدّقة إن أنا وِحشة. نبتدي أصدّق الحياة بتقول لي إيه، مش بس اللي ماما قالته، نخلّينا حاسين إن ده كإنه ختم اتختمنا بيه وما يقدرش يتغيّر، ودي مش حقيقة.